عمرك كده دخلتِ مكان حسيتِ إن ثقتِك في نفسِك في السما، لمجرد إنِك مهتمة بنفسِك وشكلِك مرتب بس، المظهر الخارجي مش محتاج ميزانية ضخمة ولا عمليات تجميل ولا كل الكلام ده، هو عبارة عن شوية تفاصيل صغيرة قد كده بس، لو عملتيها هتغيّري نظرة الناس ليكِ ونظرتِك لنفسِك قبل أي حاجة. في فيديو النهارده هاقول لِك على أسرار بسيطة تخليكِ دايمًا شيك ومنورة من غير أي مجهود، يالّا بينا. أهلًا بيكم في فيديو جديد، إزيكم عاملين إيه؟ أتمنى إن أنتم تكونوا بأفضل وأحسن حال. وانتوا بتسمعوا فيديو النهارده. فيديو النهارده هيبقى مهم مختلف، بس لقيت قلتولي عليه فحسيت ان الفكره مهمه وحلوه جدا، فقلت ليه لا ما اعملش الفيديو. فقررت ان انا النهارده اعمل لكم الفيديو، فيلا بينا نبدا الفيديو. بس قبل ما نبدا هنعمل لايك، هنعمل شير لاصحابنا، نعمل سبسكرايب لو مش مشتركين، وبس كده يلا بينا نبدا في فيديو النهارده. هو عن ازاي تخلي دايما هيئتك الخارجية كويسة في أحسن صورة، ازاي نحافظ عليها. إذا الفيديو ده مهم، فلو انت شخص بتقول ان هو مش مهم فانت الفيديو بسرعة، انت مش مهم. الفيديو ده هقسمه ل5 أفكار بس، يعني ممكن نتكلم في 5 points. فالفيديو هيبقى مهم، هيبقى لطيف، هتستفادوا منه، هيغير تفكيركم شوية. فيلا بينا على الفيديو. اول بوينت هنتكلم عليها او اول فكره، وهي ازاي تباني غاليه كده، expensive look. دي عن اول فكره. طبعا دي اكتر الافكار اللي بجد تحفه واساسيه في نفس الوقت، حبيت ان انا ابدا بيها. اول حاجه اساسيه وهي مظهرنا. احنا لو دخلنا كده مكان محدش عارفنا فيه، ولقينا الناس بتبص لنا باهتمام، هنلاحظ هنلاحظ ان احنا بجد حلوين. بنبص للناس بمظهرها لو احنا ما نعرفهاش اصلا. ف اول حاجه هقولها لكم هي اللبس بتاعنا. اول حاجه لما نلبس الهدوم بتاعتنا، اول حاجه فيها تكون هدوم مكويه. يعني لو شخص نازل بهدوم مش مكويه بجد مش بتبقى لطيفه خالص خالص، يعني بجد. فكوي الهدوم دي بوينت اساسيه. ما حدش كون الكبنوته لطيفه وجميله كده وعايزه تبقي شيك، فدي حاجه لازم مش هتتجاهليها خالص. دي اول فكره في الجزء ده، او المعلومه في الجزء ده. تاني حاجه وهي استخدام الالوان بتاعه الهدوم بتاعتك. مش عايزين الوان مبهوقه، ما حدش يقول يعني مبهوقه بس هي كده. مش عايزين الوان غريبه في اللوك بتاعنا، نحس ان احنا بنعمل آه آه عرض ازياء. ايه ده بجد. مش عايزين نخرف في الالوان، بلاش الالوان اللي ملهاش علاقه ببعض، بجد بتبقى منظر بشع بشع والله. سوري على الماسك بدأ يقشر، ف ما تفتوش في بالكم بقى عشان عايزين اصلا نقشره، هنسيبه يشيل لوحده، ما علينا. يا جماعه بجد الالوان دي نقطه مهمه تاخدي بالك منها بجد. طبعا الدرجات اللي احنا بنلبسها درجات تبقى متشابهه او متقاربه لكن ملهاش علاقه ببعض، دي مش بتبقى لطيفه. في الفكره دي برضو هقول لكم نظافه الشوز بتاعنا. دي حاجة أساسية. نظافة الشوز بتبقى عنوان الشياكة أصلا. بجد أنا شخصية لو أبص لحد بحب أبص للشوز بتاعه، بيلفت نظري بجد. فدي حاجة لازم برضو ناخد بالنا منها في الفكرة دي. هنتكلم على 4 بوينت أوكي. وهي الفكرة الرابعة الإكسسوارات بتاعتنا. قطعة واحدة بسيطة، ساعة، حلق، خاتم، أي حاجة بسيطة من دي بتنطق الطقم كده، فدي برضو بتبقى حاجة حلوة. أنا عشان الماسك ده مضايقني بجد. شال، ما علينا هبقى أشيله مش هنضيع وقت الفيديو بقى. فالفكرة الأولى اتكلمنا فيها على 4 بوينت. أول حاجة كوي الهدوم، ودي بجد الهدوم المكوية بتخلي شكلك أرقى 10 مرات. ما تفكريش ما حدش ينزل من البيت بهدوم مش مكوية. تاني بوينت وهي تناسق الألوان، درجات الألوان تبقى لطيفة وهادية ومتقاربة، بلاش البهوأة في الألوان. تالت بوينت وهي نظافة الشوز، ودي حاجة أساسية أساسية.
ورابع بوينت، الاكسسوارات بتاعتك تبقى رقيقه لطيفه بسيطه، برضو مش بهوقه وهنلبس 10 خواتم في الايد، خاتمين في كل صبع والشغل ده، لا، تبقى رقيقه كده وسيمبل. اوكي. الفكره التانية بقى، بس اشيل ماسك وارجع لكم. يا جماعه مكسله اقوم اغسل وشي بصراحه، فاحنا نتجاهل بقى. اوكي، نتجاهل يعني. كنا هنتكلم على الفكرة رقم 2، وهي أخطاء في المظهر بتدمر شكلك وانتي مش واخدة بالك. يبقى الفكرة دي مهمة. تمام. طبعا احنا ممكن نعمل بجد أخطاء فعلا في لبسنا تبوظ لنا اللوك بتاعنا بجد. دايما البنات بتحب تعرف هي بتغلط في ايه علشان تصلحه. فدلوقتي انا هكلمكم عن الفكرة دي. اول حاجة، لبس مقاسات مش مظبوطة، لا اما مثلا اكبر بكتير او اصغر بكتير، دي حاجه مش كويسه بجد. المقاسات اللي مش مظبوطه دي حاجه وحشه قوي، وحشه قوي. ان انا مثلا ابقى مثلا انا 70 كيلو مثلا وبلبس حاجه تلبيس 90 كيلو، ايه اللي انا بعمله ده بهوقف في اللبس وبيبقى منظر معفن، صح؟ فبجد بتبقى حاجه مش لطيفه. انا كبنوته بلبس في الحته دي برضو، عشان مثلا ممكن ناس تفهمني غلط في البوينت دي ويقولوا لي اللي هو فكره اللبس يبقى ضيق. لا لا، ما بقولش كده، بس في ناس عموما تلبس الحاجه هي مضيعه مظهرها، يعني هي مضيعه مظهرها. لا، اللبس يبقى واسع بس مش اوفر، واسع بس مش اوفر، وعشان يبقى وكمان ساتر مش شفاف. ناخد بالنا، بس انا مش عايزه المقاس يبقى صغير قوي او كبير قوي ويبوظ اللوك بتاعنا. دي اول بوينت في الفكره رقم 2. والشرابات برضو اللي احنا بنلبسها لونها مش لايق على الطقم، دي بتبقى برضو بجد حاجات عجيبه. يعني في ناس بتلبس شرابات ملهاش علاقه بالطقم، باشكال ملهاش علاقه بالطقم، بتبوظ، بتلفت نظر الواحد للشراب، بتبوظ اللوك بتاعه. اكيد شفتوا الموقف ده قبل كده، لان انا شفته كتير. غير بقى اللي بيلبس فردة وفردة، لون ولون، ده في حتة تانية، ده نركنه على جنب دلوقتي، لان انا بشوف كده. نمبر نقطة بوينت رقم 3 بقى، وهي الطرحة مش مكوية برضو او لفتها مش لايقة على تدبيرة الوش. لازم دايما نختار الالوان. اول حاجة الالوان اللي مناسبة للون بشرتنا. انا مثلا شخصية الالوان الفاتحة بتبقى لايقة عليا اكتر من الالوان الغامقة، فلازم اشوف ايه الالوان اللي مناسبه مع لون بشرتي، ايه الالوان اللي بتبقى حلوه عليا، واظبط درجاتها، واشوف انهي لفه الطرحه بتبقى لايقه على بشرتي. وكمان الطرحه لو مش مكويه صدقوني بتنقل اللوك في حته معفنه، دي صريحه معاك اهو. تمام. رابع بوينت في الفكره نمبر 2، المبالغه في المكياج الصبح. يا جماعه الميك اب ده في بنات بجد ما بتقدرش تعدي يومها بيه. تمام. بس بلاش البهوأة فيه. محدش يسألني يعني ايه بهوأة، دي تقريبا كلمة يعني بكسرة او حاجة زي كده. ممكن تمشيها اوكي. مش عايزين كترة بجد. الحاجة السيمبل دايما تبقى أرق، الحاجة السيمبل دايما في لبسنا بقى في أي حاجة بتبقى أرق. اوكي. كده اتكلمنا على 8 points في الفكرتين الاتنين. اوكي. الفكرة التالتة الفكرة التالتة وهي بقى ايه، هنتكلم عن قاعدة ال5 دقايق للمظهر المثالي. دي للبنات المشغولة شوية اللي بتقول انا ما عنديش وقت والله اهتم بمظهري ولا شكلي ولا لبسي. فالبوينت دي مخصوصة علشان هي كده لازم يبقى عندك روتين سريع. يعني لو انتي طالبة بقى جامعة موظفة ما فيش يعني وقت مش مسموح قوي، الدنيا ضيقة عليكم يعني، فاحنا يبقى عندنا لازم روتين سريع كده في يومنا. لبس نبقى محددينه، تسريحة شعر بسيطة مثلا، لفة طرحة سريعة، المرطب بتاع شفايفنا، السكين كير البسيط قوي اللي بيبقى في يومنا برضو. تجهيز اللبس من بالليل، اللبس نجهزه من بالليل علشان برضو ما نصحاش نجري ورا بعض ونختار كده الوان غريبة، لا. فدي حاجة بجد تاخدوا بالكم منها. ان الحركه دي بتخليك الصبح رايقه، شكلك منظم كانك لابسه اي حاجه كده. لان اللبس في استعجال مش بيبقى بجد احسن حاجه.
وطبعا لازم دايما ريحتنا ثابته طول اليوم وريحتنا حلوه، دي هنتكلم عليها بس متستعجلوش. فاحنا لازم بجد ننظم وقتنا، ننظم لبسنا، ننظم حاجتنا، بلاش الاستعجال لان بيضيع لنا حاجات كتيره قوي. طيب كده اتكلمنا عن 3 افكار، تمام. الفكره نمبر 4، هنتكلم على تحدي 7 ايام للجلو اب. كلنا نسعى ورا الجلو اب، كلنا بنسأل ازاي نحصل على الجلو. فدي بيبقى اقل حاجه هو 7 ايام، اسبوع يعني. طبعا احنا ممكن نعمل حاجات كتير، بس ايه اسهلها في الاسبوع؟ هو اول حاجه شرب مياه بانتظام. الميه دي اساسيات رهيبه لكل حاجه، فدي خليها كده حاجه اساسيه حتى. يعني لو يعني مش عايز البوينت دي بالذات، بس هي لكل حاجه اساسيه. شرب الميه بانتظام، دي حاجه كويسه جدا. ترطيب الجسم كل يوم قبل النوم. ترطيب الجسم خصوصا احنا في فصل الشتاء، فالجسم بيبقى محتاج ترطيب، فلازم نحرص على الخطوه دي. يعني انا عندي دلوقتي بصور الفيديو بالليل، فانا كنت بعمل الروتين بتاع بشرتي، يعني وصلت لاخر حاجه اللي هو الماسك، ولسه بقى هكمل بعد الفيديو. فاخر حاجه انا بسيبها الترطيب والجواشة مع الترطيب برضو، فدول اخر حاجتين يعني. فدي حاجه مهمه قوي. طبعا تعديل الوقفة والمشي، فرد الظهر بيغير المظهر 180 درجة. في واحد بيبقى ماشي الظهر منحني، فدي بتبقى حاجة مش لطيفة. كمان في اللبس بتبان. فدايما اللي انا مثلا اقعد كده فرد ظهري ماشي، اللي هو قاعد كده زي الانف بالظبط. فدي برضو حاجة كويسة بجد، افكار هتبقى صحية ليكي عموما. الاهتمام بنظافة الاظافر وتنسيقها، بلاش ضوافرنا تبقى مش كويسة، بلاش تبقى طويلة ووحشة فيها حاجات بجد، تبقى شكل مستفز جدا ومبتبقاش حلوة، وناس غيرك بتاخد بالها منها وبتقولك ان هي مش حلوة. فالبوينت دي خدوا ضوافركم تناسقها، خدوا بالكم منها. الاهتمام بالضوافر دي حاجة تحفة. بس بقى عشان رجلي نملت والله، اه يا رجلي. كده اتكلمنا عن 4 بوينت برضو، عن ان دينا جلو مع الوقت. شوفوا بقى، شوفوا التغيير حرفيا في حاجات كتير برضو. طبعا احنا كده اتكلمنا على 4 افكار، نيجي للفكرة ال5، هي الفكرة الاخيرة عشان الفيديو برضو ما يبقاش طويل قوي. هي اسرار البنات اللي ريحتها دايما حلوة. سبت الفكرة دي لتكون اخر فكرة، لان هي فكرة مهمة قوي. جماعة سوري على صوتي، لان والله يعني لسه ما زلت عندي برد ومحدش يسألني ازاي. تمام. البص، بس كده عايزة اقوم اشيله بقى اغسل وشي، يعني مش عارفة يعني. يلا يلا الفيديو هيخلص. بصوا، لو انتوا لابسين كويس قوي، ضوافركم حلوة، كل حاجة حلوة، بس ريحتكم مش حلوة، ده كارثة. ده كارثة، والله كارثة. كارثة. دي حاجة غلط، دي حاجة بيبوظلكوا شكلكم، دي حاجة معفنة. طيب ازاي بقى؟ ايه الاسرار بقى نخلي ريحتنا حلوه ازاي؟ طيب عرفينا. حاضر هعرفكم. اول حاجه، الريحه دي جزء اساسي من المظهر الخارجي. حتى لو احنا في البيت لازم دايما ريحتنا تبقى حلوه. فاهمين؟ بحذركم ريحتكم تبقى حلوه على طول. اول حاجه، التعطير الهدوم هي في الدولاب. الهدوم بلاش نبقى قافلين عليها كابتنها حابسينها. لازم في افكار كتيره قوي لتعطير الدولاب. على فكرة ابحثوا اعملوا سيرش على الموضوع ده، هتلاقوا افكار كتيرة قوي. نعطر الملابس بتاعتنا وهي في الدولاب، دي حاجة حلوة. في ناس قال حاجة بتعمل ايه، زمان ماما كانت بتعملها، بتحط صابون في قلب الدولاب. ده بجد بيحافظ على ريحة الهدوم. استخدمي بادي ماست بعد الشاور على طول. لازم الشاور كمان يبقى ريحته حلوة وريحته ثابتة. في برضو انواع شاور بجد رهيبة رهيبة بجد. وكمان ازاي تثبتي البرفيوم فازلين دايما مع الماسك بتاعك، ده بيعمل ترطيب وريحة حلوة وثابتة. بنستخدم الحاجات الكويسة دي. يعني أنا عندي ال الكريم اللي انا بستخدمه للترطيب،
ريحته يا جماعة بجد تحفة تحفة. فوالله الروايح دي بجد بتحسسك اصلا بالتعايش، اللي هو انا ريحتي جميلة كده وعسولة وقمر. ف بجد دي بوينت حلوة جدا لازم تاخدوا بالكم منها. فكده احنا خلصنا الخمس افكار، احنا كده خلصنا 5 افكار. كل فكرة تقريبا اتكلمنا عليها في 4 pointers. ف ما خدش اظن معانا وقت كتير. قولوا كده دايما قبل ما تخرجوا تبصوا لمظهركم، تبصوا للبسكم تشوفوا مرتب ولا لا، تكونوا كويين لبسكم قبل ما تخرجوا. لفة الطرحة تكون مظبوطة، تكون مكوية، تكون لايقة برضو على لون وشك، الالوان متناسقة، مش عايزة حاجات غريبة في شكلك، مش عايزة اكسسوري كتير لابسة. كذا سلسلة كذا خاتم وفرح في نفسنا، بجد ده شكله بيبقى مش كويس خالص. دايما اصلا ساعات كده بنشوف ناس جميله لبسهم بسيط قوي، بيعجبنا الستايل بتاعهم، فبنروح كمان نحاول احنا ستايلنا يبقى زيهم. اقول لك برضو ان في ناس بتشوفك ممكن ما يعجبهاش اللوك بتاعك، تتريق عليه او تقول عليه ان هو مش احسن حاجه، وناس تشوفك تقول واو انا نفسي اعمل زي اللوك بتاعها او زي الستايل بتاعها. فبجد دي اول حاجه الناس بتاخدها اللي مش عارفاكي عنك هو مظهرك، لبسك. فدي حاجة كاملة كبنوتة عسل لازم انت تهتمي بيها وتعمليها. ريحة جسمك دي حاجة أساسية، بوينت أساسية محدش يتجاهلها. كده أكون أنا خلاص الفيديو بقى، أنا مش عايزة أقول أفكار كتير وضيع وقت الفيديو وكده. فنعمل لايك عشان يوصل لغيرنا، نعمل شير برضو، وكمان نعمل سبسكرايب لو مش مشتركين. قولوا لي عايزين ايه الفيديو الجاي، وقولوا لي لو الفيديو عجبكم ايه اكتر نقطة استفدتوا من الفيديو ده. وبس كده بقى، مش هطول عليكم لان زي ما قلت لكم ما زلت عندي برد، وبجد صوتي زوري خلاص وجعني، واروح بقى اي اسمع مسلسلي، خلاص اصلا زمانه جاي. فهروح اسمع مسلسلي، اشيل الماسك واكمل بقيه الروتين الليلي بتاعي. لو عوزت اي حاجه هسيب لكم لينك الانستجرام تحت في الديسكربشن، ابعتوا لي اي سؤال مسج حاجه عايزين تستفسروا عليها. آه بفتحه كل فتره يعني، وارد على كل الحاجات اللي وصلتني. وشكرا لاخر تعليقات، بجد كومنت جات لي، تشجيعكم ليا بيفرحني جدا. كده بقى كده خلاص الفيديو، انتظروا الفيديو الجاي، يلا باي.